بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات اللقاءات الشخصية، واللي دايما بلتقي فيها مع حضراتكم كل فترة على أساس إن يبقى فيه رؤية للقناة والإنجازات اللي تحققت على مدار الفترة السابقة. وأنا كنت طبعا في فترة أجازة حوالي شهر من آخر فيديو عملته أو نشرته في سلسلة حلقات تاريخ الكاراتيه المصري. واللقاء النهاردة بتاع الحلقة أو حلقة النهاردة في اللقاء الشخصي حلقة تعتبر خاصة بمناسبة مرور 3 سنوات على القناة وبداية النشر على قناتي على اليوتيوب. فالنهاردة بعتبرها حلقة خاصة، وبفضل ان انا اتكلم في بعض الموضوعات مع حضراتكم اللي هي تخص القناة والرؤية المستقبلية بتاعت القناة، وما يتم نشره في الوقت الحالي وما تم نشره سابقا. وبوضح لحضراتكم بعض الامور اللي بيها تبقى السادة المتابعين والمشاهدين يعرفوا احنا ماشيين على خط سير الحمد لله سليم، وبنحاول نقدم أشياء جميلة على القناة وترضي الجميع أو أغلب المشاهدين والمتابعين ليا. أحب أوضح لحضراتكم إن أنا الحمد لله من فضل الله قدمت قوائم تشغيل على القناة. كلمة قائمة تشغيل يعني هي مجموعة فيديوهات متخصصة في مجال معين وبمسمى معين على القناة، زي قائمة تشغيل مجموعة الخبراء اليابانيين الشوتوكان كاراتيه، طبعا اللي هي كانت بمسمى ذا بيست اوف شوتوكان كارات ماستر. طبعا القائمة دي نالت القبول، وقائمة جميلة جدا بتحمل من الذكريات ومن الفنيات العالية ومن المتعة في المشاهدة. فطبعا دي من القوائم الجميلة على القناة اللي قدمتها من حوالي سنة تقريبا، ونجحت. وفي بعض الفيديوهات يعني منها نجحت نجاح كبير جدا على مستوى العالم من ناحية المشاهدة ومن ناحية الإعجاب. بتيجي القائمة الأساسية اللي أنا عملتها على القناة من حوالي 2 سنين، وهي للسادة المدربين وللسادة وللاعبين وللأبطال، اللي هي قائمة فنيات الكاراتيه، واللي أنا بذلت فيها مجهود كبير والحمد لله رب العالمين في نقل فنيات الكاراتيه وفنيات التدريب على الكاتا على وجه الخصوص. وهي بتفيد السادة المدربين وكل من يهتم بتطوير مستواه أو بأنه بيبحث عن الفنيات العالية في التدريب على الكاتا. وبالنسبة للقوائم التشغيل اللي أنا اتكلمت عنها سابقا في حلقات سابقة في اللقاءات الشخصية، زي بتاع قائمة تشغيل أبطال العالم في الكاراتيه وأبطال مصر والعالم في الكاراتيه، وفي قوائم تشغيل متخصصة في الدفاع عن النفس، وفي قوائم تشغيل باسم الكابتن علاء السعيد رحمة الله عليه، التاريخ بتاعه وشرح بونكاي وأشياء جميلة جدا بيقدمها من خلال الفيديوهات اللي أنا عاملها له. قائمة تشغيل مستقلة لكل من يحب الكابتن علاء وبيحب يتابع الفنيات بتاعته، بيستفيد منه ويترحم عليه. وإن شاء الله بيتم تطوير القناة وهيتم عمل أشياء جميلة على القناة مش بنفس الطريقة السابقة. فده من باب التطوير ومن باب تحديث للقناة اللي بيها نقدم أشياء جميلة وأشياء الكل يقدر يستفيد من خلالها إن شاء الله. وبالنسبة لقائمة التشغيل اللي أنا بقالي فترة شغال عليها، والحمد لله ربنا قدرني إن أنا أعمل العديد من الفيديوهات عليها، والأمور طبعا ممتدة. يعني قائمة تشغيل اللي تعتبر في الوقت الحالي هي اللي واخدة اهتمام الجميع، اللي هي قائمة تشغيل تاريخ الكاراتيه المصري.
طبعا انا بحاول اعمل توثيق لتاريخ الكاراتيه المصري على مدار 50 سنه، وبقدم الاجيال بالتتابع، الرعيل الاول والرعيل الثاني والرعيل الثالث وهكذا. ووصلت في الفيديوهات اللي تم نشرها على القناه تقريبا جيل التسعينات. يعني احنا عملنا تغطيه لاغلب الموجودين من الجيل الاول والرعيل الاول، وعملنا تغطيه للجيل الثاني او هو جيل الثمانينات، الجيل الذهبي للكاراتيه في مصر، واللي حقق انجازات عظيمه جدا، واللي حاولت بقدر الامكان ان انا اعمل حلقات لكل لاعب ولكل فرد من منتخب مصر في فتره الثمانينات 83، واللي هي بطوله العالم وابطال العالم 83 في الكاتا وفي الكوميتيه، واللي يعني خدوا حظهم من الشهره، وهم كانوا الاساس في بدايه انتشار الكاراتيه المصري الى العالميه. يعني هي دي بدايه الانجازات الكاراتيه المصري من سنه 83. وحبيت اسلط الضوء على الجيل ده بالذات والانجازات العظيمه اللي هم عملوها، على اساس الاجيال الجديده تعرف ان في اجيال قبلهم وفي اساتذه قبلهم تعبوا لغايه ما وصلوا الكاراتيه المصري، وكانوا اساس لتوصيل الكاراتيه المصري للانجازات العظيمه اللي بتحقق حاليا. وطبعا انا قدمت العديد من الحلقات، وبتواصل دايما مع اغلب الكباتن والمدربين والابطال، سواء من الرعيل الاول او من الرعيل الثاني او من الرعيل الثالث وهكذا. وزي ما قلت قبل كده لحضراتكم ان انا بعمل ترتيب للاجيال في عمليه النشر، باخد منهم المشاهير واصحاب الانجازات، وبعد كده بيتم عمل حلقه خاصه لاغلب الابطال اللي باقيين او الاساتذه. هعتبرهم اساتذه طبعا من الساده المدربين اللي هم حاليا بيعملوا انجازات لمصر من خلال النتائج الجميله اللي اتحققت مع لاعبي وابطال مصر في الكاراتيه على مدار ال10 سنين اللي فاتوا دول على وجه التحديد. وطبعا يعني من خلال التواصل مع الاتحاد المصري وبالتعاون معاهم ان شاء الله بحاول ان انا اعمل حلقات متخصصه لكل استاذ ولكل بطل سابق وحاليا مدرب لمنتخب مصر، سواء كاتا او كوميتيه. كل واحد باسمه هيتعمل له حلقه ان شاء الله، ونسلط الضوء عليه وعلى الانجازات بتاعته باذن الله. وبالنسبه للصعوبات اللي بتواجهني في موضوع حلقات او سلسله حلقات تاريخ الكاراتيه المصري، ان انا في احيان كتيره بتواصل مع العديد من الناس المشاهير والاساتذه والساده المدربين اللي كلنا بنعرفهم. فبعد التواصل ممكن يعني انا بلتمس العذر للكثير منهم ان احيانا ما بيبقاش في لقطات فيديو لتاريخ هذا الشخص او هذا المدرب، او ما عندوش تغطيه كامله لتاريخه ومكان لاعب او كان مدرب. فانا بلتمس العذر طبعا لكل واحد تواصلت معاه، واحيانا في ناس كتيره منهم بتعتذر لعدم وجود لقطات فيديو كامله او صور بتغطي احداث او اهم الاحداث في حياته الرياضيه. فده طبعا مش بينتقص من الشخص، او لانهم اساتذه كبار ومشاهير وفيهم ناس ماسكه مناصب كبيره جدا في الوقت الحالي، فبيعتبر ان احنا لو عملنا ليه حلقه مش هتقوم بتغطيه الجوانب العديده من حياته او مش هتعطيه حقه. على العكس طبعا انا بعتبر ان الحلقات دي بتخلد اسم كل استاذ او كل مدرب من مدربين الكاراتيه والناس اللي حققت انجازات لمصر، فمن خلال اسمه بيتواجد على اليوتيوب بصفه مستديمه. يعني انا بقول ان الحلقات توثيق التاريخ الكاراتيه المصري على اليوتيوب بالذات، اغلب مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او الانستجرام او اي موقع اخر، الناس بتعتبر ان الفيسبوك كل واحد ليه صفحه شخصيه وحاطط عليها فيديوهاته وحاطط عليها صوره، بس انا بعتبر ان ده لا يكفي، لان اليوتيوب يميز بان لو اي واحد ليه حلقه خاصه مدتها 10 دقائق او ربع ساعه على اليوتيوب، اعتقد ان دي بتخلد اسمه وبتبقى ذكرى طيبه جدا ليه
والناس تذكره دايما بالخير سواء حي او بعد عمر طويل. فاليوتيوب الميزه فيه انك بتدخل في اي وقت بتلاقي الحلقه دي موجوده على مدار السنين، ما بتروحش. على عكس الفيسبوك او الانستجرام بتبقى الامور اب تو ديت، يعني انت بتدخل في اي وقت بتشوف، عايز تشوف حاجه تعمل عليها سيرش عشان توصل للشخص. ويعني هو الفيسبوك زي صفحه اخبار شامله كل شيء، جميع جوانب الحياه لمده 24 ساعه، فانت بتدخل عليها في اي وقت وبتشوف الاخبار انت وحظك، يعني على حسب اللي موجود. عشان تتابع شيء معين لازم تدخل على الخبر وتدخل على الصفحه على اساس تشوف اللي فات اللي ما لحقتش تشوفه في وقته يعني. انما اليوتيوب يميز بان اي حلقه بيتم نشرها على اليوتيوب وبتحقق نجاح وبتعمل انتشار عالمي بتفضل موجوده سنوات عديده، والناس بتدخل لها في اي وقت وبتشوفها في اي وقت وبتستمتع بيها بصفه مستديمه.